السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله دون جوان اللي بنتكلم فيها او بنحكي فيها خدع لها علاقه بالبنات زي ما انا قلت في اول فيديو. خدعه النهارده اسمها دايما في بالي، لان انا ببساطه بحول اي كارتين الشخص بيختارهم لبنتين، فبالتالي لما الكارتين يتحولوا لبنتين هيبقى ده معناه ان هم دايما في بالي، فدايما اي كارتين هيتحولوا للبنتين دول. فدي كانت فكره الخدعه، وتعالى اوريك الخدعه بعد كده نشوف الشرح. تعال نفترض ان الشخص اختار 7 و9. خلاص، الكارتين دلوقتي زي ما انتم شايفين عندي اهو، هعمل بس كده هلاقي الكارتين دول اتحولوا لبنتين. الخدعه دي سهله جدا وفيجوال قوي، وهقول لك ازاي بعد ما تعملها تخلي الشخص لو حابب يشوف الكوتشينه هيلاقي ما فيهاش اي حاجه. بس قبل ما نشوف الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل جديد. عايز اوصل 100,000 سبسكرايبر في اسرع وقت، ودايما بقول لكم كده وهفضل وراكم. انا كل اللي محتاجه منكم هو دعمكم، واوعدكم دايما انكم هتشوفوا فيديوهات هنا في القناه مش هتشوفوا زيها في اي مكان تاني في العالم. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نشوف الشرح. اول حاجه زي ما قلت لكم الخدعه دي فيجوال، يعني بتتعمل في فيديوهات، ممكن تعملها في الشارع عادي مفيش مشاكل. السر كله بيكمن في ايه؟ ان انت بتجيب بنتين بتحطهم الاول عكس بعض بالشكل ده. خلاص، بيبقوا عكس بعض بالشكل ده. بعد كده تضم الكارتين كده، خلاص، بحيث يبقوا بالشكل ده. وتجيب اي كارت عشوائي تحطه على اي جهه، يعني مثلا الجهه دي، وتضمه بالشكل ده. فكده دول 3 كروت بالمنظر ده، كارت وبعد كده كارتين عكس بعض، خلاص بالمنظر ده تضمهم. فكده باين ان انت معاك كارت واحد بس اللي هو 9 دايموندز. تجيب كارت تاني عشوائي، مثلا في الحالة دي 7 سبيدز هنا اهو. كل اللي انت بتعمله ايه؟ ان انت بتحط ال3 كروت دول، طبعا الشخص مفكر ان هم كارت واحد، تحط ال3 كروت دول كده تزقهم، وبعد كده تسحب اول كارت بس، هتلاقي ده المنظر اللي حصل. وببساطة الموضوع كله عبارة عن ان هنا بنت وهنا بنت، ولو جيت شلت هنا هتلاقي الكارتين اتبدلوا هما اللي عكس بعض، الكارتين العشوائيين. طيب في الحالة اللي انت بتدي للشخص الكارتين يتأكد منهم، بتعمل ايه؟ بتعمل بريك على اول كارتين، بس طبعا مش بالمنظر ده كده علشان خاطر ما يبانش. بريك اصلا يعني انت بتحط صباعك الصغير تحت اول كارتين، ففي الطبيعي البريك بيتعمل كده تقريبا، لكن انت في الحالة دي مش هتعمله كده، هتعمل كده، هتفضل تمشي على الكروت لحد ما تبقى على كارتين تعمل بريك عشان خاطر ما تفردش والكارت اللي تحته يبان. بعد ما تعمل بريك هتعمل كده كده. اللي حصل بالظبط هو ان انا رجعت كل حاجه كلين، يعني الكوتشينه رجعت اكزامنبل، الشخص يقدر يشوفها. تاني الحركه اهو، اول كارتين بحط تحتهم بريك، بمسك الكارتين سوا برفعهم، بس طبعا مش برفعهم لفوق قوي. كل الحركه دي بتحصل في ثواني. بجيب الكروت كده، بص، وبلف دراعي او بلف ايدي كده، بعد كده بال3 صوابع دول اسحب واقفل. خلاص، بس طبعا بسرعة، بيبقى ده منظرها اهو. تاني بسرعة اهو، بعمل بس كده. خلاص كل حاجة رجعت سليمة. اخر مرة عشان خاطر تفهموني كويس، جيب اي كارتين عشوائيين في الحالة دي، تعال نقول 9 مثلا، بحط 9 منهم هنا، وال9 التانية دي بستخدمها مع البنتين بالشكل ده. باخد كارت كده وكارت كده عكس بعض، وكارت بالشكل ده، بضم، بقوا 3 كروت زي ما انتم شايفين، 1 2 3. هلاقي الكارتين اتحولوا لبنتين. وانت بتدي بص، ممكن تدي للشخص الكارتين، تلف ايدك تعمل بريك على اول كارتين سهل. خلاص دلوقتي انت عامل بريك، تك تك تك، وكده كل حاجه بقت كلين. وممكن تدي بعدها كت عشان خاطر الشخص لو خد منك الكروت ما يبصش مثلا على اول كارتين يلاقيهم التسعتين، فيبقى الموضوع بقى فير تماما. وبس كده، دي كانت خدعه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تاني تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك. هناك على انستجرام بنزل اسك، لو انت حابب تسالني عن حاجه معينه، بتكلم في مواضيع مهمه، هتبقى انت اول الاشخاص اللي يبقى عارف ايه السلسله الجديده اللي نازله. دايما بتكلم هناك على حاجات وبنزل حاجات غيرك ما يعرفهاش. فاهم حاجه انستجرام، ما تنساش تعمل لي فولو هناك، هتلاقي اللينكات كلها تحت في الديسكربشن. وشكرا ليكم، بحبكم جدا، سلام عليكم.